حاجه غريبه ويمكن هقولها تاني والناس تزعل مني. وانت عارف اللعيبه انا معظم يعني وتزعل الناس ليه بس؟ يعني ما هقول لك زعل لا ما انا هقول لك الناس تزعل مني، تزعل الناس ليه؟ ما انا هقول لك ازعل الناس ليه. اللعيب اللي بيوصل 25 و30 و40 مليون في السنه عقده. انت قصدك انهي ناس؟ اللعيبه. لا انا بقول اللعيبه. ماشي تمام. انا فاكر الناس المشاهدين. لا المشاهدين لا المشاهدين ده فوق راسنا. ازاي طبعا بقول لك ما تزعلش الناس. ده احنا بنديهم معلومه بنرضيهم ولا اقدر. ده فوق راسي. انا بتكلم على اللعيبه. لما تلاقي لعيب مثلا بياخد 30 و40 مليون في السنه، يا سيدي ربنا يبارك له، بس اديك شايف المستوى ده. انت عندك الدوري الانجليزي فيه لعيبه ما بتاخدش كده، خلي بالك. يعني لما تيجي تسال على سبيل المثال مصطفى محمد اللي بيلعب في نانت الفرنسي ما بيوصلش ل 40 مليون و50 مليون. ما ده اللي بيخلي على فكره بيمنع التصدير. يعني انا النهارده ممكن كلاعب اروح لنادي سين او صاد او عين، صح، واضرب رقم كبير. ايه اللي يخليني احترف بره؟ ايوه يعني لان انا بعمل كل حاجه، انا باخد كل حاجه عالي. بالظبط. وبعمل بيزنس، بعمل علاقات، مع ان التصدير تصدير اللعيبه ده يفيد مصر في الاساس. ما احنا قلنا كده، احنا قلنا لازم اتحاد الكوره يبقى يعمل حافز. النادي اللي بيخلي 3 4 لعيبه تحترف بره ده يديله حافز اجاده، زي ما بيحصل في تونس والجزائر والمغرب. اللعيبه اكبر عدد لعيبه في شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب. هنا 340 هنا 600 ومش عارف كام، ويلعبوا درجه ثانيه وثالثه واي حاجه، ما عندهمش مشكله. انت عندك ابراهيم عادل، ده ابراهيم عادل اهلي وزمالك عمالين يفاوضوه، يا عم سيبه يحترف بره. شفت ابراهيم عادل عامل ازاي؟ ومحمد صلاح اتكلم عليه في ليفربول. بيراميدز طلب فيه 5 مليون دولار. تمام، ما هو ده هو المعروض. النادي الدنماركي اعتقد كان عارض 2.5 مليون دولار، فنادي بيراميدز رفع السعر ل 5 مليون دولار حسب معرفتي يعني. تمام. وفي انديه بره عايزاه. لا كده في مغالاه يعني. ماشي في مغالاه، بس خلاص ما هو في انديه عايزاه. الانديه دي مش يعني استون فيلا بيتكلم على اللي هو هيتكلم مع ابراهيم عادل، مع الاداره، دخل في الحديث يعني، او في ايوه يعني هيدفع 5 مليون دولار. يعني 5 مليون دولار بالنسبه للدوري الانجليزي ايه يعني. ومحمد صلاح كلم كلوب على ابراهيم عادل، قال له من المواهب وافضل موهبه مصريه. والله ده حصل؟ طبعا حصل بالفعل. وكلوب بيشوف يعني، عمال يجمع له شرايط وعايز يشوفه. انا بقول لك ابراهيم عادل من احسن اللعيبه اللي ظهرت في مصر بشكل. انا اول مره اسمع معلومه يورجن كلوب دي. لا هو محمد صلاح بالفعل اتحدث مع يورجن كلوب على ابراهيم عادل، وقال احد المواهب الصاعده اللي هتنفع كتير لفريق ليفربول. وكلوب بيفكر في الموضوع، خاصه ان كلوب لو لعب ابراهيم عادل، هو افضل لاعب في 23 في بطوله افريقيا الاخيره تحت 23. هو لو كلوب هياخده ما كانش مش في دماغه اللي هيلعبه على الطرف او يلعبه رقم 9، هيلعبه في خط النص. لان عنده مشكله في خط النص كبيره جدا زي ما انت عارف. ومحتاج يدعم خط النص والدفاع. نعم. طيب